أسعد الله أيامكم، كل خير وبركة أعزائي المشاهدين والمتابعين. اليوم إن شاء الله راح أسوي كفتة بالجبن، محشية بالجبن، ربع لحم، هراسة بصل وطماطة، ووشلته السوائل مالتهم. هذا الجبن راح أخليه ملح، الملح اختيار انتو خلوه. راح اخلي البصل والطماطة، طبعا خليت الطماطة والبصل المهروسين، خليت ملح. هسه راح ابدي اعجن. طبعا يحتاج لنا تشيز في تحته، راح اخليه قطعة من اللحم. اعدلها. راح اخليه قليل من الجبن بالوسط. طبعا سويتها مثل الرولة. شلون يوم نسوي السمبوسة، نطبقها من هاي الجهة ومن هاي الجهة، بعدين نلفها، بعدين نضغط عليها، شوفوا صارت قطعة واحدة. ليش نطبقها من الجهتين لما يطلع الجبن؟ طبعا هاي اذا تحبون على نار هادئة، طاوة بيها شوية زيت، او تخلوها بالفرن. طبعا جهزين صارن بهذا الشكل. راح انا شوي خليت زيت بالطاوة، انتظره شوي يحمى واخلي القطع. طبعا مي البصل والطماطة ما راح نذبه، ضفنا عليه شوية فلفل اسود وزيت زيتون وملح. راح ندهن بالكفتة. طبعا مي الطماطة والبصل ما راح نذبه، راح ضفنا عليه فلفل اسود وزيت زيتون وملح. راح ندهن بيه الكفتة. خليت شوية زيت خليته يحمى. هسه راح ابدي اخلي الكفتة على نار هادئة. بسم الله الرحمن الرحيم، على كيفنا. نصيت النار على خير، اريده يستوي على كيفه. هسه شوية راح ابدي ادهنها مية الطماطة والبصل، تنطي نكهة اكثر. طبعا نصيت النار اللي يستوي على كيفه ما يحترق. طبعا بعد ما خلصنا، طبعا الريحة يعني تخبل. هسه راح اخلي مونة الطماطة والبصل على الدهن مال الكفتة. خلينا نسويه مثل التغميسة او نرجع بها الصلصة، خلينا نشوف. طبعا بعد ما استوين، صدقوا الريحة تخبل. بس انتظر يستوي الصلصة مال الطماطة واخليه عليها واقدمها. طبعا ثخن الصلصة والله الريحة تخبل. هسه راح ابدي اخليها فوق الكفتة. طبعا هسه جهزت للاكل. ان شاء الله انتظرونا في اكلة قادمة.